كان يا ما كان، كان الله كبير في كل مكان. كان الحبق والسوسان في حجر النابل عدنان، عليه أبهى الصلاة وأزكى السلام. ويا سامعين الكلام، صليوا على خير الأنام. وكان يا الحباب الخير في كل زمان. كان الكلام ميزان، وكان الحق يطلع ولو طال عليه الأوان. كان الأعمى كيشوف، وكان السكوت كيهضر، وكان الشيخ يقطع الودان. وكانت العرسة الصغيرة تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان قبيلة بعيدة، طريقها ماشي بحال كل الطرقان. اللي دخلها ما يضمن يرجع، حيث الطريق كل مرة كتبدل. وسبب هاد البلاء امرأة سحارة دهية اسمها عقيسة، ملكات العباد والبلاد. وسحرها ما يفلت منه غير اللي حفظهم والعباد. وفي نفس القبيلة كانت امرأة أخرى، قلبها أبيض ويدها ممدودة للخير، تعطي بالسر قبل العلن. عندها جنان عامر، خير الفقير قبل الغني. سموها الناس صالحة. صالحة كانت نور، والنور عدو للظلام. وكانت شوكة في حلقة عقيسة، كل ما شافتها زاد الحقد في صدرها. جربات عقيسة سحر الليل والنهار، بغات تحرق الجنان وتهد الأركان. لكن الله ستر وحفظ الصالحة وحفظ المكان. مرات الأيام والحسد كيف النار، ياكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها أكتر هو أن الصالحة ولدات توأم كيف تنوب الزين، منورين بحال أمهم. إيوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مريضة بالعقر. إيوا عقيصة جمعات شياطينها في واحد الليلة كحلا زحلة، وقالت ليهم الليلة يصبح الجنان رماد، باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا أرض لا منى. إيوا سمعوا شياطينها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا حزنانين مدلولين. وقال كبيرهم: ألا لا عقيصة، الله حافظ الصلحة، والجنان ما لقينا ليه طريق. جنانها محروس، ما تدخليه لا بهدية لا بفلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجت الشياطين وجلست تفكر بالمكيدة. حيت دابا الصلحة ولات شوكة في حلقها، وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكات عاقسة وقالت: صافي لقيتها، غدا يا الصالحة تفطري بالدموع وتتعشي بالندامة. أصبح الصباح والديك صاح، وفاقت الصالحة باش تفطر وليداتها. لكن المسكينة ما لقات غير الفراش. مست الفراش ولقاتو بارد، وعرفات أن صاحب الفعلة دارها بالليل. هذه هي فعل عاقصة. تجمعوا أهل القبيلة ناويين الباس. إوا عاقصة طغات وما بقى كفاها أذى العباد، ولات زادت تخطف الولاد. هجموا على دار عاقصة، إوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب. الريح كتصفر، هربات عاقصة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها الطريق. صالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزات يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب. حيت كيف كتعرفوا يا الحباب، دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. إيوا عاقصة ملي خطفت الولاد، خوات القبيلة وشدات طريق طويلة ما ليها عنوان. بعد 3 أيام من المسير وصلت لقبيلة الصيادة. هاد القبيلة كانت عند الواد، عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عاقصة دقات الخيمة في القبيلة ونوات تبات، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة تطول. دازت 3 أيام وعاقصة في القبيلة. الناس شافوا أن الحوت من بعد الصيد بسرعة ريحته كتعطي، إلا ما تكل في نهارو ما تنفع معه لا بالحال لا قديد. تجمعوا كبار وعيال القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العيان: من امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة: أسيدي هادي 3 أيام، الواد بخل علينا بحوتو، واللي صيدناه في نهارو تعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال: هادي 3 أيام أسيدي دقات واحد المرا خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. إلا شفتيها ما تسرب شفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف النحس، ضيف منبوذ من السلف والجدود. الليلة ماليها مباتة في قبيلتي، عطيوها مونت الطريق
وخرجوها، هذيك ما تصلح لا صديق لا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العاقصة الخيمة وعطوها منت الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات ليها عاقصة ما تفوت فيها 3 أيام حتى تجري عليها، حيث بسرعة كتكوى بنار نحسها. وبعد يوم جديد من المسير شافت أنها على أبواب قبيلة جديدة من اسمها الصافية، بين قبيلة سعيدة. كانت هذيك قبيلة القاضي بومفتاح، القاضي اللي لجأ ليه ما يتظلم، الغني عنده بحال الفقير والكبير عنده بحال الصغير. كان القاضي بومفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة ولكن ما يخدموه غير للخير وماشي للأذية. دقات عاقصة خيمتها ونوات تبات الليلة، وإلا عجبتها القبيلة تخلي الإقامة طويلة. مرات 3 أيام وشافوا الناس باللي كترت الخصومة بيناتهم، الغني ياكل رزق الفقير والكبير يحقر الصغير. والقاضي بومفتاح عمر ما داروا الشكاية الصف قدام الباب، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. يبقى جلس القاضي كيفكر مع صحابه، اش هادشي تسلط على القبيلة؟ عمرها ما تشكات الجورة والمكيدة، وهاتي 3 أيام أصبح الظلم قاعدة. قال ليه صاحبه، إلا سمحتي يا سيدي القاضي، هذه 3 أيام جات واحد العجوزة غريبة على القبيلة، ما ترتاح لشوفتها وما يعجبك كلامها، معها 2 صبيان صغار ما باينينش من ثوبها. ياك ما جابت معها النحس البغيضة لقبيلة سيدي بومفتاح؟ جاوبوا القاضي بومفتاح، انتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها. إلا كانت ضيفة نكرموها، وإلا جايبة البلة للقبيلة الليلة نطردوها. وفعلا جابوا عاقصة، جلسات قدام القاضي وسولها، شكونتي؟ واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عاقصة من كلامه، لكن الدهية عارفة كيف ترد حكامه. جاوبته وقالت، جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام شديدة، زارها القحط وطول الزيارة، ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. إيوا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخويت القبيلة وقصدت قبيلتك، إلا قبلتو عليا هذاك منايا، إلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات منورين ووجه عاقصة مظلم سولها، قال لها أنا شاك فيك، ولادك منورين وانتي كحلة زحلة، ولادك باقيين ديال الرضاعة وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك. أنا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، إلا كنتي صادقة نحسنوا ليك، وإلا كنتي كاذبة نرميوك لجهنم. وفعلا القاضي أرسل الطير اللي عنده باش يجيب له خبار عاقصة. مع الفجر رجع الطير وجاب خبار عاقصة بلا زيادة ولا نقصان، عرف حكاية الولاد وحكاية الجنان وحكاية قبيلة الصيادة، وعرف أسباب الخصومة اللي زارت قبيلتهم. صباح الصباح وجا معاه الصفا، التجار والفلاحة والخضارة والجزارة تصافاو وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بمفتاح عاقصة وجمع السحارة ديالو وقال ليها، عرفنا حكايتك عاقصة ودقنا حتى أديتك، دابا جات عليك النوبة، كيف أديتي غتأداي، وكجزاء ليك غادي مسخوك السحارة ديالي. إوا اختاري، يا جرانة يا جرادة يا دبانة. عرفات عاقسة أن هذه هي الأخرى ليها، وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها. وقالت، الجران صداعو ما يآدي، والدبان يقهروه الوسادي، أما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. وجاوباتو، اخترت الجرادة غا سيدي بومفتاح. إوا فرمشت عين صبحت عاقسة جرادة وطارت من السرجم وما عرفوها فين غادة. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في الناس، ورجعت لصفاها ونورها القبيلة. بعد أيام رجع القاضي بومفتاح الولاد لمهم الصالحة، ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت عليهم تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحت القبيلة على سحابة كحلة قصدهم. هذاك صرب الجراد جابتو عاقصة قصد جنان الصالحة، جاي يهلك الشجر ويخلي غير الحجر. دخل السرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من الشجر،
اللي داقوا شي شجرة يلقاها مالحة، مع أن الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان كله حلاوة. إوا تقلبت الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري يصيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة. إوا ناس القبيلة تزردوا 3 أيام، حيت الجراد هذيك الأيام ما كان فيه دوا، كان الغني ياكلو والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. ومن ديك الجراد بقات جرادة مالحة، مالحة بزاف، حتى حد ما قدر ياكلها، اللي حطها في فمو كيرميها، حيت حتى واحد ما عرف أن هذيك الجرادة هي عاقصة. وبقات عاقصة جرادة مشوية ومرمية حتى كلتها الريح مع الأيام. أما الولاد كانوا كيغنيوها من هذيك الليلة. أجرادة مالحة فين كنتي سارحة في جنان الصالحة، أش كليتي أش شربتي غير التفاح والنفاح، والحكمة بيديك يا القضيب ومفتاح. إيوا مشات حكايتي من واد الواد، وأنا بقيت معاكم يا الجواد.